على منتخبات مصر. كان فتره مسك معايا مدير عنده ملكات اداريه، دخلت في احدى اللجان، ثم بقى رئيس لجنه، ثم سنه 2000 دخلت انتخابات 2000 وكان معانا عضو كنت انا عميد صندوق اتحاد الكوره، وبعدين بقى نائب رئيس. يعني بقول مش التدرج الطبيعي للاداره دي نمره واحد. نمره اثنين، وانا لا نخفى على احد ان احمد شوبير خلال الخمس سنوات اللي فاتت كان عنده مشاكل كثيره جدا في خمس او من 3-4 سنين. في انا اسميها عدم نضج اداري او عدم نضج اعلامي. هو الولد ما شاء الله لمع جدا اعلاميا، وكان الانسان دايما لما بيكبر ساعات بينسى. حصل له لخبطه جدا والظروف نزل معاه. النهارده احمد شوبير من وجهه نظري لما انا بختاره ويجي معايا في هذه الوقت ده وانا واثق قدراته الاداريه اكيد يتغير. وانت جوه النادي لو رجعت كده بذاكرتك في ال3 سنين اللي عملته خالص مش هتعمله تاني. فانا اعتقد ان هو بيعيش فتره ضغط كبيره جدا، بدليل ان احنا عندنا انتخابات وقلنا البرنامج بتاعه ما يذكرش انتخاباتنا الا اذا دخل حد من الزملاء ولا حاجه. يعني ما عادش يوجه برنامجه للمجموعه الانتخابيه، ده غير مقبول، لان ده مش فير، يعني مش حق. ما يبقاش واحد مرشح ثاني اخر ما عندوش هذه الامكانيه وبعدين يتساوى معنا، الكلام ده غير مقبول. ابو السجن ما تخشوش تاني في الهجوم. اختياره الرغم ان انا يعني تقول انت اخدته ونسيت، انما لا، انا واثق جدا في قدراته. احمد شوبير اكل عيشه الاعلام، وانا بحترم ان ده اكل عيشه وبيحترم ولازم احترمه. لما واحد يجي يقول لي والله ما ينفعش تشتغل الاعلام مع الكوره ووظيفته التطوعيه، اذا استغل هذا الكلام انا مش هقبله. نمره اثنين، انه زي ما قلت النهارده، هل احمد شوبير هيبقى عنده هذا الالتزام ان هو جوه الاتحاد كبير وبعدين يطلع في الاعلام؟ انا اعتقد ان هو في الفتره دي هيعملها بشكل كويس. الاهم من كل ده كله، انا مش هدير اتحاد الكوره ولا احمد شوبير هدير اتحاد الكوره ولا اي حد من الزملاء دول هيدير اتحاد الكوره. ده منتهى الفشل لو واحد قال لي روح اتحاد الكوره كل يوم، اقول له طب وانا باكل منين؟ إيه؟ انا عندي شركتي او عندي شغلي وكفايه السفرات بتاعتي. غير مقبول اي عضو مجلس اداره والناس كلها سمعنا هو يدير اتحاد الكوره. ويمكن انا بتكلم مع الزملاء لوحدهم، انا يمكن انا ومحمود الشام اتكلمنا ساعه في هذا الموضوع امبارح، لانه اختيار الناس اللي تدير هو ده نجاح. يعني انا اقول حاجه، هل مين يعني في عندي هو رئيس المنطقه، هل هو يدير تعب له اعضاء؟ يبقى غلط. عبد الحاج احمد فرش ولا ولو مد ايده منتهى الغلط ويقعد مجلس الاداره، اللوائح بتلزمه ان بيحط استراتيجيه وبيحط تطبيق لما اللي بيجي له ورقه من الاتحاد المصري، او اذا كان هناك طرف مالي بياخد فيه قرار. انا رئيس لجنه في كاس العالم سنه 17 سنه، كنت لسه راجع من اذربيجان من 3 ايام. الاستاذ اللي موجود حتى الخطبه الاولى تكون محضرها لي، يقعد معايا يقول النقط واقول له انا هتكلم في الموضوع الفلاني، المساعد بتاعي بيعملها، راجل الميديا اوفيسر بص عليها، ويمكن الاخ حرم شاف الكلام ده وكان مبهور بالنظام في الاتحاد الدولي. انا بتمنى طبعا ان انا اعمل حاجه قريبه من كده، انما ده بيعتمد على اختياراتي للناس اللي هتدير هذا المكان. فربنا يوفقنا نختار الناس الصح في المكان الصح. شيء اتحاد الكره يتنقل النقله اللي انا شايفها بقالي 7 سنين بره، وامنيتي انها تبقى ان شاء الله ناخد من الصح. يبقى ريحك لا انا هدير ولا احمد شوبير هيدير ولا حد من